إنها لسعادة كبيرة أن تتاح الفرصة مع حملة إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان الذي يقبع في السجون التركية لأكثر من 21 عاما، الذي يشكل رمزا كبيرا للشعب الكردي في نضاله التحرري من كل أشكال الظلم والعسف والاضطهاد. لقد كان هذا القائد الكبير رمزا لتطلعات شعب نحو الانعتاق، نحو بناء الدولة الديمقراطية. لقد كان القائد الكبير عبد الله أوجلان من دعاة التعايش السلمي، من دعاة الوحدة في التنوع. هو صاحب مقولة الدولة الديمقراطية التي هي بالضد من الدولة القومية، الدولة القائمة على القومية الواحدة واللغة الواحدة والعنصر الواحد واللون الواحد. إنما كانت دعوته الكبيرة بناء الدولة الديمقراطية كدولة القائمة على الإدارة الذاتية الديمقراطية للمجتمع. تمنياتي لهذه الحملة بالنجاح والتطور، ونشد على مساعي القائمين عليها للأهداف النبيلة والسامية التي يتطلعون إليها. أعزائي الحضور، تحياتي الحارة. إنها لسعادة كبيرة أن تتاح الفرصة مع حملة إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان الذي يقبع في السجون التركية لأكثر من 21 عاما، الذي يشكل رمزا كبيرا للشعب الكردي في نضاله التحرري من كل أشكال الظلم والعسف والاضطهاد. لقد كان هذا القائد الكبير رمزا لتطلعات شعب نحو الانعتاق، نحو بناء الدولة الديمقراطية. لقد كان القائد الكبير عبد الله أوجلان من دعاة التعايش السلمي، من دعاة الوحدة في التنوع. هو صاحب مقولة الدولة الديمقراطية التي هي بالضد من الدولة القومية، الدولة القائمة على القومية الواحدة واللغة الواحدة والعنصر الواحد واللون الواحد. إنما كانت دعوته الكبيرة بناء الدولة الديمقراطية كدولة القائمة على الإدارة الذاتية الديمقراطية للمجتمع، الدولة القائمة على أساس التعايش السلمي، الدولة القائمة على التنوع في اللغة، في الثقافة، في التعددية الفكرية، في التعددية السياسية، في تلبية الحاجيات الضرورية. هذه الدولة هي التي تؤسس لبناء علاقات مبنية على الاحترام المتبادل ما بين الشعوب داخل الدولة الواحدة. فكانت دعوة القائد أوجلان هو من أجل التعايش ما بين الشعوب، من أجل أن تجد الفرصة السانحة لتطلعات كل شعب داخل دولة واحدة. ونعتقد هذا هو المسار الحقيقي لتطلعات العموم أبناء المنطقة. قد كان عبد الله أوجلان هو أيقونة للشعب الكردي في تطلعاته نحو الانعتاق، فكان رمزا لتجميع القوى الكردستانية في تركيا، والآن هي تمثل ثالث قوة في البرلمان التركي. وهذا يعكس بأنه وجود الرمز حالة ضرورية للمجتمعات في فترات معينة. لقد كانت أطروحات السيد والقائد عبد الله أوجلان دائما متكيفة مع الواقع المعاش، مع المتغيرات التي تحدث في المنطقة، وما أطروحاته الأخيرة ما هي إلا انسجاما مع طبيعة الظروف المتغيرة الناشئة في منطقتنا وعموم العالم. لقد كان عبد الله أوجلان رمزا للتضحية والفداء والصبر والتواصل مع قضية الشعب. إنها لفرصة مناسبة أن نؤكد على أهمية أن تراعي الحكومة التركية حياة هذا القائد. أنها جريمة كبرى بحق البشرية أن يبقى هكذا قائد رمزا لشعب قابع في سجون طوال هذه الفترة الطويلة. فنعتقد هذه الحملة يجب أن تستمر وتنتشر لتشكل أحد أدوات الضغط لإطلاق سراح هذا القائد الكبير. نعتقد بأنه الحكومة التركية الآن
بحكم العلاقة اللي ذات الطابع الشرس مع الشعب الكردي والطابع العدواني لنهجها العسكري في العراق وسوريا وقبرص وليبيا والصومال والآن في أذربيجان. هذه التطلعات التوسعية ذات الطابع العدواني لبعض الأجندة ذات المآرب الضيقة أعتقد تؤثر على المنطقة وتجلب الحروب والدمار والمصير الغير مفتوح للآفاق الرحبة. نعتقد بأنه وجود هكذا حكومة يجب الضغط عليها، يجب أن تستمر هكذا حملات توعوية من أجل التضامن مع القائد عبد الله أوجلان وكل تطلعات الشعب الكردي من أجل أن بناء دولة ديمقراطية تركية تضم بين كينونتها كل مكونات المجتمع التركي بكل قومياته وتجلياته المشتركة. تمنياتي لهذه الحملة بالنجاح والتطور، ونشد على مساعي القائمين عليها للأهداف النبيلة والسامية التي يتطلعون إليها، ومع جزيل الشكر والاحترام لكل القائمين عليها. ومع ألف سلامة.